أنا أستغرب البعض تشوفه يجي يحط مثلا بيد أمه كم فلس، يعطيها مصرف، تشوفه شال خشمه وما يتحاكى بعد، وكأنما هاي هي ضمن الجنة. انت وين تقدر تشكر أمك؟ انت وين تقدر توصل إلى شكر الأم؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وحق أمك أن تعلم أنها حملاتك في موضع لا يحمل فيه أحد أحدا. دقق لي بالحديث. اليوم تشوف لك مرة ورجال، زوج وزوجة، ما واحد شايل واحد على راسه، ويوصلون إلى مرحلة واحد ما يطيق الثاني. الإمام يقول: أمك حملتك حيث لا يحمل أحد أحد. من يجي يحمل واحد على فادة 9 أشهر، مكان لا يحمل فيه أحد حملتك. دقق لي أرجوك في كلام الإمام زين العابدين: وأعطتك من فؤادها من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحد. شاركتك الطعام، شاركتك الشراب، شاركتك الحزن إذا حزنت، شاركتك الفرح إذا فرحت، ووقتك بجوارحها، ولم تبالي أن تجوع هي وتشبعك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتظلك، وتسهر الليل، تهجر النوم من أجلك، وتقيك الحر والبرد. لا طريق إلى شكر أمك، الإمام زين العابدين، لا طريق إلى شكر أمك إلا بمعونة الله لك وتوفيق. الله، استغرب والله. بعض يتصور رضا الأم يعني بسيط، واليوم يا سيد الكريم احنا وصلنا إلى مرحلة نشاهد بعض الصور الاجتماعية والله مخجلة. ترى صدقني مخجل من تباوع يعني دار المسنين ينتشر في بلاد المسلمين. اجا وشمر أمه ولا يدري بيها شأكلت، لا يدري بيها شربت، لا يدري بيها شنو لبست، ما يعرف ولا إلى علاقة بيها. فالصور مخجلة أن تسمع واحد يصيح على أمه على أتفه الأشياء وصح عليها، والبعض على أتفه الأمور غلط على يغلط، والبعض لأمور بسيطة نستجير بالله يضرب أمه. تدري أنت جنابك لو مشكلة، كارثة.